انا مش هسكت، ده ظلم مبين انا بتعرض له وانا مش هسكت. انت كمان مش هتسكت؟ ما خلاص خلصنا البرتقانه، مش كلت نص البرتقانه اللي انت كلت نصها، ودي بتقول لي كفايه اكل وبدا الفري، وبطني انا اصلا وجعتني من الفصين اللي كلتهم وحاجه عك. صبح جيل وكل جيل ورجعنا تاني مع بعض، واحنا النهارده معانا كان جيل وكل جيل. واحنا النهارده مع سمولدر جيل وكل سمولدر جيل. الجيل وكل جيل. هاي مش عايز تطلع تسلم عليهم؟ تعال. ولا خلاص البرتقانه خلصت، دوري انتهى في الحياه كده، ما بقاش ليها لازمه. هات يا ابن ايه يا ابن الجزره، تعالى. ما هو ما بيحبش الجزر. هاتش بس رجلك في التفاح ده لو سمحت. ماشي. وانا معلقه السويت فليكس اللي انا اكلتها جيت افطر بيها الصبح وهو حط رجله فيها دي، كان عادي؟ لا. ماما حلو البرتقال ولا لسه حادق؟ حلو جدا. رموزي كان جاي من كام يوم وجاب برتقال وجوافه وتفاح، بس فانا من ساعتها وانا باكل برتقال بصراحه. تسلم ايده. جيمر ودينا ولميس وزاكسن وجيجي ورمزي، كل الناس منورين. عايزين نحاول على قد ما نحاول على قد ما نقدر يبقى هذا البث سريع. انا رحت الجيم دلوقتي، اتمرنا تمرينه محترمه مع كابتن بسمه و ده نورك يا فنان، نورك انت يا فنانه اللي مش راضيه تاكلي معانا. قلت الرايم. المهم ملخص اليوم. انا امبارح كنت مش عايز اروح الجيم وما كنتش عايز اروح للدكتور، وكنت حاسس ان انا عامل شغل مش احسن حاجه. ان جس وات، النهارده احسن اسبوع من ساعه ما بدات الدايت. انا الاسبوع ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نازل كيلو 300 او كيلو 400 فرق وزن عن الوزن اللي فات. الديتيلز بقى بتاعت فرق الوزن ده، انا نزلت 2 كيلو دهون، وطلعت 600 جرام عضلات، ودي حاجه بيرفكت. يعني بنزل دهون وبطلع عضلات، ودي حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مذهله. فانا نزلت 2 كيلو دهون ال الاسبوع ده، كيلو من البطن، 400 من رجل اليمين، 400 من رجل الشمال، و100 من دراع اليمين، و100 من دراع الشمال. كده ايه ال 2 كيلو ايه اتقفلوا، وزدت 600 جرام عضلات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تمام، راضي عني يا سمولدر؟ مبسوط؟ ودكتور عمرو مبسوط جدا مني، وقال لي هايل، قال لي شيك قوي الاسبوع ده انت يا احمد، شيك، اسبوع شيك. فدكتور عمرو مبسوط، يبقى انا تمام. ما دام دكتور عمرو تمام يبقى انا تمام، وما دام كابتن بسمه في الجيم تمام يبقى انا تمام. بس انا كده ولد ايه. مين اشطر سبوحه يا استاذه دينا؟ عايش 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 عايش. ودكتور عمرو اول مره على فكره يقول لي خد فري. انت خدت بالك ان عمره ما قال لي خد فري؟ يعني باخده كده بلطجه يوم الاربعاء يعني. بس هو النهارده قال لي خد فري، كان فخور بيا كده. وفي انا شكلي هرميك تحت اقسم بالله، هعصرك انزل صمالادير صغيرين. لا ما هو بص، نازل برتقال. نزل برتقال ليه؟ ما كانش فصين خدهم مني يا كابتن. نازل برتقال. ينزل بيبي، نازل برتقال. هو بينزل حاجه الا بيبي؟ انا بقى حاسس ان انا هعمل كده ايه ينزل. والله حاسس ان انا جايب ترمبه ميه تعمل له كده يروح منزل بيبي على طول من قدام، تحط كوبايه. بالهنا وشفا يا فندم. والله العظيم يا حاتم، ده اكتر كلب يعني محظوظ في الدنيا. جبت له واحد عنده اكتئاب وعامل تكميم، دواء والله العظيم كلب محظوظ. مقرف، ايه اللي مقرف؟ ليه مقرف بس؟ بص هو حتى مش متضايق. عامله ايه يا لموسه؟ ما تجيب بوسه يا سمولدر وتخليك جدع. شكرا يا حبيب قلبي، كتر خيرك. روح لامك بقى. خلاص، ما البرتقانه خلصت، يا بيه. اوعى رجلك دي يا قذر. بس فالخلاصه ان انا نزلت 2 كيلو دهون،
وطلعت 600. لا الكليو. اهي اهو. هنا في 50 من ال 600. انيمال ابيوز اي ام بافلي. يا استاذ. انيمال ابيوز زكي بافلي، عم كله يكتب الزكي يا بافلي. لهوي. انيمال ابيوز ده انيمال ابيوز، ده هو بيموت في الابيازه. ده الانيمال اللي بيبيوسنا احنا. اه والله. بص هو مبسوط ازاي. بص هلو هلو. ها، هو لو ابيوزد هيعمل كده؟ لا. روح لامك. يا لهوي. جاستس جاستس فور سمولدر. جاستس ايه ده؟ كان البرتقانه بتاعتي. انا ما اكلتش حاجه من الصبح، صحيت يوم الميزان، ما بحبش افطر الصبح حاجه. تفاحيه، شويه كورن فليكس دايت، بلبن سكيمد، اي حاجه كاني ما اكلتش حاجه. فعشان نازل الجيم وهتمرن جامد قلت هاخد شويه سويت فليكس دول واحط عليهم لبن سكيمد. يعني بص اصلا كاني ما اكلتش حاجه. خدت معلقه باخد التانية، لقيت حد بيقى قطع مسا عليك يا صبوح، رجلين الاتنين في البتاع. رحت مستعوض ربنا في الطبق ونازل رايح الجيم ورديحي كده. الالف هنا. دلوقتي رجعت من الجيم واقع، ما اكلتش حاجه لسه من امبارح. برتقانايه بتوجع البطن عشان عندي ارتجاع. سلام عليكم. ايه اللي في ايدك ده يا صاحبي؟ وراح كل نص البرتقانيه مني. وفي الاخر تقولوا عليا ابيوزر. دلوقتي بياكل الكوسي بتاعتي. يلا يا كرم بالله، انا مشيت عليه. المهم يسيب البرتقال عشان الفيتامين سي والفيتامين ايه. عايزين ناخد شويه فيتامين سي، بس مش من ده، من ده. فده يا اسطى، فده ابعت لنا انت برتقال بقى مدام فداه، وابعت لنا كرسي جديد للفنانه مدام فداه، مدام انت حلوه كده وفييسه. لكن لو سمحت ما تفديش بحاجه الناس، افدي بحاجتك. ابعتي لي حاجه انا ايه، ابعتي لي كيلو ونص برتقال، انا هاخد النص وهدي له الكيلو بس كده. شكرا. هو الرمز على فكره كل ده هو ابننا ولا ابنك؟ تعجبني. يبقى ما تقولش فداه. اجيب لكم شويه البرتقال عشان العايه. والله بس ده عايز تنزل؟ شكله عايز. ارميه بقى عشان نبدا نعمل السيستم. نكرر مره اخيره ان احنا الاسبوع ده نزلنا 2 كيلو فاتس وطلعنا 600 عضلات. شكرا. خش يا ابني بقى ايه، نردم على القديم ونخش في الرجيم بتاع الاسبوع الجديد. والله العظيم رايمر. عايز ايه؟ انت عايز مني ايه؟ ما انا بشيلك تنزل، انزلك ما اعمل ابيض له برتقال. ما خلصنا. الله ينور يا الصبوح، الله ينور يا الدبول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تشجيع يا شباب، سقف للصبوح بالله عليكم. انا مش هستحمى النهارده بصراحه، مكسل استحمى مع اني محتاج نظافه يعني، بس مكسل الصراحه. يلا فاكس، مش مشكله، استحمى بكره يعني، مش مشكله يعني، مش لازم استحمى كل يوم يعني. عرقتش قوي على الراس مش في الكراس يا شباب، والله على الراس مش في الكراس اخواتي. والله يا جماعه مش عارف اقول ايه بصراحه غير ان الباي شادد عليا. لا ان شاء الله تمام. انا على فكره اصلا عملت امبودي واكتشفت حاجات افخم مصري. قلبي وعيش. انت بتعمل ايه؟ لا ما يعني. شكرا يا سمولدر. اتفضلوا. ادي البرتقانه. شكرا. لا تعيشوا معايا اللحظه، تعيش معايا اللحظه. شوفوا. طب هنشممها لهم ازاي دي؟ عرفنا هو كان عايز ينزل ليه. يا ابني انا عندي جيوب انفيه، حرام عليك يا ابني، حرام على امك. انت جاي ما هو ما تحت. انت مقرف قوي. شكرا يا ماما. وجه خير عليكم احلى يا العيون المتابعين. ريبورت ستريم يا عم، ريبورت ستريم. طيب نخش يا ابني في الدايت بتاع الاسبوع المنيل ده. على فكره الدايت بتاع الاسبوع ده حلو قوي، فيه دلع كده وشخلعه.
ريحتها طعمها، انت عارف ان لما بتشم ريحتها طعمها ايه؟ هقول لك ريحتها طعمها ايه. هو فطران ايه الصبح؟ فطران ويت فود ده. اه امبارح بقى دي انا والله العظيم امبارح كنت قرفان من ريحه الاكل اللي هو بياكله، حتى سالت كريم هو الاكل ده لما يخرج من الناحيه الثانيه هتبقى ريحته عامله ازاي؟ انا قرفان منه وهو بياكله. كان بياكل بيض بكوسه ببطاطس، الحلاوه والشفا. كان ريحتهم وهم مطبوخين مش كويسه. انا ما كنتش متخيل بقى لما البروسيس بقى يعدي في المكنه ويطلع من الناحيه الثانيه هيبقى طالع عامل ازاي. بيض وكوسه، يعني ايه بيض وكوسه؟ ده كافر مين اللي عمل بيض وكوسه مع بعض ده؟ وبنرجع نشتكي. طب ما احنا نستاهل، ما احنا نستاهل اللي بيحصل فينا، انا هدمع. طيب نخش يا ابني في دايت الاسبوع ده. بسم الله توكلنا على الله. الاسبوع ده يا جماعه من فضلك كفايه، انا تعبان لوحدي. حاضر خلاص. جاهزين يا شباب لدايت الاسبوع؟ ياه، هي ليه ويفز؟ يعني هو ليه هديت وجت تاني؟ ليه لا؟ ليه؟ ليه لا؟ يعني هي اللي الدنيا هديت وبعدين رجعت عاشت تاني، قعد رش عليها ميه وهو بيزرع ولا ايه؟ ده سمات ده ولا ايه؟ عرفت دلوقتي عامل لا مش ده بتاع الصبح ده. يلا بينا يلا بينا، مش مشكله. حابب نشكر الحتوم واخويا ديفيد. نظف. طيب ما صحيح كان هاتي كيس بلاستيك بسرعه شيل المسائل. مش لازم نمسح يعني، بس على الاقل نشيل بص هتشيله. هتشيل البيبي بتاعي. يعني انا بعمل لكم بيبي. انا في ايه؟ انت قاعد تقفل لي يا الباب جماعه انا وانا عايز اقول لكم بفتح. على حاجه. سمولدر فتح الباب بتاع الحمام عليا اول امبارح وانا بستحمى. شكرا. سمولدر اوفيشلي بقى بيفتح البيبان. فضيحه. السلام عليكم. انت خلاص خلصت لنا الكيس، عايزين كيس. عايزين اكياس؟ عايز بعد كده هلزق الكيس على زومبته. يا ماشي أسهل كده. والله. والله العظيم. نروح نغير الكيس كده. انت يا حيوان سيب فخذي ما انت هتاخد يا حبيبي. ما انت هتاخد حاجته فهو هياخد حاجته. هاخد حاجه يا اخي اعمل له بيبي انا يعني؟ اتفضلوا يا جماعه. هو عايز يلعب. يا حبيبي لا اوعى تعمل اللي انت ناوي تعمله ده، احنا في ستريم. اوعى اوعى، كفايه اللي عملته فيها الصبح بالله عليك يا حبيبي يا حماده. لا لا شرفي. الشرط امني على الشرط بالله عليك بسرعه يا ابني. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. انا مش انا لاعب النهارده. تعال تعال يا ابني الوسخه تعال. حصل خير يا شباب، حصل خير. ولد بيكتشف ذاته، مفيش حاجه. هتقعد ساكت ولا هتفضحنا؟ اقعد مؤدب بقى. شكرا. كله الا الشرف. انا بقيت شرفلس. نام الله يهديك، نام الله يهديك، نام. اهدى شويه، نام الله يهديك. اهدى شويه. عمر ما ايه ده شويه احنا في ستريم يعني؟ هما كده لو في ستريم بيعمل فيا ايه يا كارين؟ انت كمان تركزي بقى، انت كمان يا بقره. لا تمام حبيبتي اطلبت. طيب احنا هنعمل ايه يا كارين؟ عايز افتح الويك 3 وبعدين ايوه نعمل بقى ايه؟ حلفوي واحده جديده. ماشي خدي الواد ده. ما تنزلوش، خليكي ماسكاه. ماشي الحمد لله اني ربطت الشورت كويس قبل الاستريم. طيب بسم الله توكلنا على الله. نقرا الدايت كده على بعضه كامل وبعدين نبدا. ايه احلى من الشرف مفيش. يا ابنك مش متربي تربيتي. دي حاجه تدعو للفخر يا ابني، مش تدعو للخجل. لا دي حاجه تشرفني. خليك بقى هنا. الفري ايه الاول؟ لا نخلص الدايت، نخلص شغل وبعدين نلعب. الدوكيومنتس داونلود داز. ادي دايت النهارده اهو. شكرا والله العظيم شغل بروفيشنال. ايه هو ايه اللي بيحصل؟ احنا مش شلناها؟ ايه تاني؟ هو ليه كل 5 دقايق بيرش؟ هو ايه عارفه انت السبراي اللي بيبقى محطوط له تايمر ده؟ والله العظيم كل عدد دقايق معين بحس ان في. ما ممكن في تايمر هنا. المهم تايمر يا سمولدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفطار دلع الدلع. كان في قبل كده اسبوع في الفطار عباره عن فول بس،
من غير عيش، وانا بالنسبه لي ما اقدرش اكل فول من غير عيش. فكده ايه ده معناه ايه؟ ان في يوم من الايام هقدر افطر مثلا اجيب لي كارن طعميه كيري واجيب لنفسي واحد فول بلدي. نص رغيف بلدي. بص في سمولدر. انت ايه يا استاذ؟ تحب ايه الفول ولا ايه؟ تمام. انت دقت الفول قبل كده؟ وتاني اختيار من الاختيارات بتاعت الفطار 2 الفول؟ توست سن بلس شرايح تركي او سلمون بلس خس او خيار. ده كان الدايت اللي انا مشيت عليه الاسبوع اللي فات كله فطار. فطاري الاسبوع اللي فات كله كان توست سن وتركي. وبصراحه انا كنت مبسوط جدا، كان حلو قوي. في بيض اومليت بلس شرايح خس وطماطم، اومليت بس كده من غير عيش. تمام. طبق جبنه ابيض مع ربع كوب كينوا. ده كلام اغنياء، احنا مالناش دعوه. خلاص. فالفطار احنا هنعتبر ان هو فيه الثلاثه اوبشنز دول: نص رغيف بلدي مع فول او يعني سندوتش فول. ده 2 توست سن مش واحد توست سن. الله. ده انا مش واخد بالي انهم 2 توست سن. دول 2 توست سن مش واحد. بس هتقدر تاكل اتنين؟ لا هاكل واحد ولو طيب. لسه واحد. هو كده بالنسبه لي برضه هيبقى واحد يعني قشطه. يبقى واحد توست سن وواحد تركي، او ممكن احط 2 تركي. لئيم. الدبل كريم. فين الجبنه القريش؟ ما تلاقيش. مش انا نازل 2 كيلو دهون على دايت شبه ده، يبقى انا ماشي صح. ما اسمعش صوتك. انا مش دافع 600 جنيه في الدايت ده عشان تجي لي تقول لي فين الجبنه القريش. لو سمحت يا استاذه اميره، انا اؤمن بالتخصص. ماشي كده. ده الفطار. بعد الفطار ب3 ساعات فاكهه 2 ثمره. عايزين رمزي يشد حلو معانا بقى. من غير بلح وتين وكريز اي يوم، او كوب بليله. مش عارف بقى هو كان بينمرني عشان انا زملكاوي ولا ايه، بس عموما انا ما باكلش حاجه غير مثلا برتقانايه مثلا بعد الجيم كده وخلاص. كنت بقى او بسكوت دايجستيف والله. وفول يعني بتاع الاغنياء. لا، ما هو الفول بتاع الفقراء. هي الكنوه هي اللي بتاعت الاغنياء، فمش هتعامل معاها. اي حاجه بتاعت اغنياء ما مش هتعامل معاها. على فكره في حاجه في الغدا مفاجاه. في حاجه في الغدا الاسبوع ده مفاجاه. خش على الغدا يا ابني. طبق خضار بلس لحوم متنوعه بدون تحديد. ماشي يعني اكل لحمه زي ما انا عايز واكل خضار زي ما انا عايز لغايه ما اشبع. مفيش كميه محدده. ده في الايام اللي انا فطران فيها بيض اومليت او الكنوه دي. فانا مش هاكل يعني الايام اللي انا نجرسكو لا حاجه تانية. الايام اللي انا فطران فيها بيض اومليت بس من غير عيش ولا توست. اتغدى فيها انا عكست. لا العكس. ده اي يوم. ماشي اوكي. هقول لكم بقى اليوم اللي انت الخسران ولا لازانيا. بس يا اميره هنيجي فقره الفرين. طبق مكرونه بالصلصه بلس شرايح سلطه بلس دجاج. ده بقى يكون مع الفطار اللي انا مش فطران فيه عيش، عشان المكرونه كارب. هاخد كارب على الغدا، مش هاخد كارب غدا وفطار. تمام. فده يوم الايه؟ يوم البيض، يوم الاومليت. ماشي. تالت حاجه ونقول الو ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو. حاجه انا ما اكلتهاش من سنه ونص. طبق كشري. كشري يا سمولدر. طبق كشري يا سمولدر. بقالي سنه ونص ما اكلتوش، وحياه ربنا نفسي فيه بقالي شهور. طبق كشري. نفسي حد يكون بياكل كشري اقعد ابرشط عليه اخد معلقه. هاكل الاسبوع ده اللي احنا عايشين فيه. يخرب بيت اديني واحده انا عايز اموت بالله عليك يا اميره. واحده انا عايز اموت بسرعه. الحمي. رابع اوبشن مأكولات بحريه بلس شرايح سلطه اي يوم. وده للاسف انا اعتزلت السي فود. انا اوفيشلي اعتزلت السي فود. لان على مدار السنه اللي انا عامل فيها التكميم دي كلت مثلا سي فود 3-4 مرات. كل مره باكل فيها سي فود بيبقى فيه مشكله. بصوت يعني حرفيا. من كام يوم كلت سي فود وكنت بصوت. فاكره استاذه دينا كانت دينا او استاذه كانت معانا في كول. المهم سلطه بلس دجاج بدون دقيق وبقسماط وجلد اي يوم. بعد 3 ساعات من الغدا بصوا بقى عشان ده ايه الشتاء وحلاوه الشتاء. سحلب او كاكاو او قطعه حلويات مع عدم تناول خبز في الافطار او نشويات في الغداء. اصلا يعني اليوم اللي انا هاكل فيه اشرب فيه سحلب مبقاش فطران فطار فيه كارب ولا غدا فيه كارب. ده ايه الكارب ده صحيح؟ خلاص مش عايز سحلب. شكرا. السحلب كده مكار وانا مش عايزه. ماشي.
العشاء نص رغيف بلدي بلاش شرايح جبن لايت، 2 بيض اومليت، 2 ثمره فاكهه صنف اي واحد. واحنا كده كده العشاء ايه؟ فشار، كده كده عشان فشار. ماشي. ده كده ايه الفكره العامه للدايت. نخش بقى ايه في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الدايت بتاع الاسبوع ده مش زي اللي فات كان سهل، الدايت اللي فات كان سهل قوي، كتبت كل حاجه في اي حته وكله كان تمام. الدايت ده بقى ايه؟ عايزين ايه؟ نرسم خريطه في الازاريطه. ماشي. طيب احنا نبدا بكره اول حاجه بايه؟ قول توست سن برضو. ماشي. واحنا بكره هناكل ايه على الغدا؟ الرز والملوخيه اللي ماما وعدنا بيهم دول تقريبا خلاص اتضربوا بالنار، ننساهم بقى يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. يبقى طبق خضروات. طب نوفق فطار مع غدا بقى بسرعه. الفول. هفطر بكره فول. عايزه تفطري بكره اسمه ايه؟ كيري. ماشي. ماشي، يبقى نفطر بكره واحد فول. ماشي. الجمعه ليه؟ هو فين الخميس؟ لا. قلت ايه الاسبوع اللي متاكل ده؟ فول سجق. يا حاجه يا فنانه، بطلي لعب باعصابي. انا نفسي يا جدعان مش في فول بالسجق. انا عمري ما اكلت فول بالسجق ومش حاسس ان هو حاجه كويسه. بص كده، انا نفسي في صينيه بطاطس بالسجق وجنبها رز بالشعريه وطاجن، وبعد ما يتسوى على الفرن من فوق يتقطع عليه طماطم رفيعه كده، ويخش ياخد وش في الشوايه، يتكرمل من فوق، يتلسع اللسعه اللي هي اللي من فوق دي يكرمل، والصلصه تتلقى الطماطم الرفيعه دي تتلسع لسعه كده. بطاطس بالسجق. بطاطس بالسجق. ده بتهزر يا رمزي؟ كان حلو يا قوي. لهوي، ماما بتعملها سفله. اه. على فكره دي كانت اكلتي المفضله من امي واحنا صغيرين، اكتر من المكرونه البشاميل. يلا، ايام امي كانت بتعمل اكل بقى. يلا، حلو قوي. ايامه راحت لحالها. يبقى نص رغيف. عيب يا رمزي، انا عارف واكلته وانت لا. فوق يا صبحي فوق. نص رغيف فول بلدي. ماشي. انا اظن ان الافضل ان انا اجيب سندوتش، لان انا لو عملت فول انا في البيت هاكل اكتر من نص رغيف. يبقى اجيب نص رغيف كده محترم خلاص. او ماما تيجي تفطر معايا في اليوم ده ونجيب علبه فول واعملها لها بقى بالطماطم وبالزبده. اهدى شويه، هي لسه بكره. خلصوني. طيب نتغدى مع ايه ده بقى يا كريم؟ طبق خضار وطبق لحوم. ماشي. يبقى الغدا لحمه مشويه بلس خضار سوتيه. ده الخميس. خش في الجمعه. ماشي. انت عارفه اليوم ده احنا ممكن ناكل فيه ايه؟ ايه؟ افطر اومليت بس كده، ونتغدى مكرونه وسلطه وفراخ. دي بتفكرك بحاجه احنا بنعملها برضو، هي ايه؟ مكرونه وعليها فاهيتا فراخ، فيها فلفل وبصل وطماطم ومشروم وكده. ده السلطه كده نعتبر ده خضار اهو، والفراخ جريلد وشويه البنه وكده تمام. وده ممكن نكرره يومين ورا بعض. فنعمل دي يكفونا اليومين ورا بعض بكره، يعني جمعه وسبت. يبقى الجمعه والسبت يبقوا كوبي من بعض، ما اكلش بيض تاني. ماشي تمام كده. يبقى الغدا ايه؟
مكرونه بالفاهيتا فراخ. بلاش عشان ايه محدش يفتكر ان انا ايه. بعدين السبت نعمل كوبي بقى التيست بقى. للايه اليوم أيوة. اللي قبله كله زي ما هو. بس كده اوعى الكسل. بس كده نخش في الايه في الحد. جربوا صوص الرمل. انا على فكره عملت حاجه اخر مره في اللحمه الستيك اللي احنا عملناه بالمشروم. زودت نقطتين صويا صوص ونقطتين دبس رمان في الاخر، والحاجه ميتها بتنشف. انا ممكن اوريكم الصوره بقى بتاعت اللحمه كان شكلها ايه، عشان الصوره دي انا ما نزلتهاش في حته. استنى هبعتها لكارين على ديسكورد. ديسكوت قدامك. شفتوا الستوري بتاعتي النهارده في الجيم يا شباب؟ هي دي المكرونه اللي بقول لكم عليها. بصوا يا شباب الصوره اللي هتتبعت لكارين دلوقتي. هو انا مطمن على الشات بتاعنا جدا. الشات بتاعنا كله تايتلز فمفيش مشكله. ادي اللحمه اللي كنت بقول لكم عليها. هبصوا ده بقى ده كان السوتيه. شو الاخبار شو الاحوال؟ احنا دلوقتي بنعمل ستريم سريع جدا يا استاذه باتر فلاي جيرل، عشان عامل دايت. وكل يوم 4 لما برجع من الجيم ودكتور الدايت بقول للناس انا عملت ايه الاسبوع ده، وبقول لهم على الدايت اللي انا هعمله طول الاسبوع اللي جاي. وبوريهم دلوقتي، بوريهم بصراحه الاكل اللي انا عملته الاسبوع اللي فات. فده بقى انا كنت مزود عليه بقى، وهو بيتشوي في الاخر وهو على الطاسه الجريل. نقطه صويا صوص ونقطه دبس رمان مع المشروم، خدوا لسعه وبقوا بهذا الوضع. ودي المكرونه اللي انا بقول لكم ان انا هاكلها جمعه وسبت بقى. هي شويه كارب اهم، وفراخ وفلفل الوان بقى ومشروم وطماطم وبتاع، فيبقى فيها العناصر كلها. بص بقى هي دي، وهي بتخلص خدت بقى في الحته دي. هي بقى ربنا معاك الله يخليك. نرجع ليوم الحد. ماشي كده احنا فطرنا مره فول واتنين اومليت. نخش بقى في الايه الايام اللي ناقصه بقى كلها. التوست بقى سن وتركي، صح كده؟ مشروم احلى حاجه بيشبع وما فيهوش كالوريز. بحب المشروم قوي قوي، وبجريله مع اللحمه او الفراخ بياخد منهم طعم بيبقى حلو قوي 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 يعني. ماشي لحد كده بقى نفطر ايه؟ توست سن وتركي. ماشي اكل بقى كشري في اليوم ده. اكل الكشري اللي بقالي سنه واربع شهور ما اكلتوش ده، اكله النهارده. المشروم الفريش حلو الايام دي قوي قوي ورخص قوي. انا حاسس ان انا سبت بيت في نفسي قوي. طبق المشروم كان من كام يوم ب 97 جنيه، دلوقتي ب 40 جنيه. معرفش ايه اللي حصل بس اوكي. انا بحبه كده انا احبه تتتا. طيب حاسس ان انا سبت بيت قوي قوي. ناكل بقى في اليوم ده ايه؟ ناكل في اليوم ده ايه يا كريم؟ ثانية وشغل تاني وبفكر ابدا رجيم. عاش قوي والله يا مو. نيو جوب نيو مي. حلو ده والله، حلو قوي على فكرة قوي ان انت تحط يعني مارك لنفسك انك تموتيفيت نفسك تعمل حاجة. والله حلو قوي ده. انا دايما بعمل كده في عيد ميلادي وافشل، بس انت مش هتفشل بقى ان شاء الله، لان انت اصلا فاشل مش لسه هتفشل. لا تكون فاكرني هموتيفيتك، ده انت صايدني يالا. ده انت بقالك سنين جاي تقرفني. الغدا ناكل في اليوم ده بقى ايه؟ نص فرخه من المهندس مع طبق زلطه. فراخ من المهندس
مش لازم تكتب. والله لا اكتبها، لا، واكتبها ما- بالزد مش بالاس كمان من المهندس. يا عم اكتب بلس فراخ. بلس سلطه. انت عايزه تجيبي فراخ بانيه ونتبلها ونشويها؟ لا هو اكتب فراخ بلس بس، سلطه. لازم تكتب بالمهندس. كده شجعتني اكتر ان اخس. ماشي كده 2. ناكل الكشري امتى يا كريم؟ شكلنا كده هنكرر الاومليت. انا مش هاكل كشري اخر يوم قبل ما اروح اتوزن الصراحه يعني. بصراحه يعني اقول لك على حاجه يا كارين، اسمها الحته اللي جايه دي فوق التضحيه بتضحيتين. مش عايز كشري. تاكل كشري النهارده؟ هيبقى في حد هياكل كشري هاخد منه معلقه اطفي ناري وهسكت. مش عايز كشري. استغنينا. من النادي من ابو طارق. هات انت بقى واديني معلقه بس كده. انا اقسم بالله بابا لما كان في العنايه كان تحت المستشفى اللي هو فيها كان في التحرير كشري التحرير. نزلت وطنط عايده وخلود واميره وطلبوا وبعدين راحوا ايه قالوا لي ايه هنجيب طبق صغير زياده ونحط لك كل واحد يحط معلقه من طبقه في طبقك. عملوا لي طبق صغنن كده. قعدت اكل. بابا كان بقى ايه في غيبوبه بقى له كام يوم. اول ما طبق الكشري اتحط قدامي ولسه هاكل بقى وعمال اقول لهم انتوا مش متخيلين انا نفسي في الكشري ده قد ايه وكان ما بتاكل. راح الراجل بتاع العنايه مكلمني تعالى بسرعه في كذا. رحت سايب البتاع وقايم طالع جري من المحل رايح طالع لبابا. عمال بقى قعدت فوق شويه ونزلت لهم تاني. كانت بطني دي عباره عن فحمايه كده جمره نار من التوتر. فما اكلتش حتى الفرصه الوحيده راحت. نحب ان نقول ان حد يطلب كشري من اصحابي ويجي يديني معلقه. انا عايز معلقه. هي اونلي 1 معلقه ومش هاكل كشري تاني بقيت عمري. هي معلقه كشري واحده وخلاص شكرا. جيب لي انا بصل قد كده. وهاتوا بسط زياده الكرم. قد كده هاكلهم كده. كنت بجيب لي طبق كشري واجيب جنبه البصل الزياده ده ارش رش على الوش زياده. وانا هاخد ورش الطبق التقليه وانا وكارين تاخد بقى البصل اللي هو المحمر ده تقعد تاكله كده بايديها. دودو بنت كريم. دودو بنت كريم هترضى تديني من طبقها؟ يلا يا ريت. اي سيد محسن حتى بس حد يديني معلقه. انا اطالب بمعلقه كشري. اطالب من موقعي هذا معلقه كشري. شكرا. يوم الاثنين يا ابني. يوم الاثنين نفطر ايه؟ انا بصراحه عايز اكمل بقيه الاسبوع بقى تركي. بصراحه يعني تو بي اونست عشان كده اتنزلت على يا ابني قرر لي يا ابني. هناخد كلمه فطار معانا بقى. ماشي. مامة كارين حبت الكشري قوي فاكر قوي. والله مامتك حبت الكشري. ام كارين كانت جدعه قوي معانا. ها استاذه لميس هاتي كشري وتعالي اديني معلقه استاذه لميس. اي حد. رمزي خلاص تخصص فاكهه. برتقان ومغرقنا. طيب انا شايف ان احنا نكرر برضو فراخ هنا انا شايف ان احنا كده نكرر. هتبقى عندك 4 أيام فراخ ورا بعض. لا. ايوه. يبقى نفصل ده بلحمه. يعني نجيب نعمل ده برضو لحمه مشويه وخضار سوتيه. ماشي. واخر يوم بقى 3. حد هيسالني ويقول لي انت بتعمل موضوع الاكل ده ليه؟ عشان انا غالبا لو هطلق كارن هيبقى بسبب ان احنا كل يوم بنتخانق 2-3 على الغدا هنتغدى ايه. فقررت ان احنا نعمل الموضوع ده بحيث ان احنا طول الاسبوع ما نتكلمش احنا هناكل ايه. ومن ساعه ما عملنا الموضوع ده وفعلا ما بنتخانقش على الاكل تماما. بنتخانق على حاجات تانية الحمد لله. 3 الفطار توست سن بتركي. والغدا جرب. والله انا ما عنديش. انا اقول لك على حاجه. احنا عندنا محل اسمه كشري الامل. عمري ما فهمت كان اسمه كشري الامل ليه. دلوقتي بس فهمت ليه.
عشان بقى بالنسبه لي امل اني اكل كشري. انا يعني طول عمري باكل منه وما عمري ما فهمت هو اسمه كشري الامل ليه. يلا الحمد لله. بس كده يا باشا. العشاء طول الاسبوع فاكهة او فشار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كده. تعالي يا كرم، انزلي تحت يا كرم، امسكي نفسك كويس يا كرم لا تقعي. الله. اوعى السكري، اوعى العسل اللي بيشر من خفة دمك. بس هذا هو دايت ويك 4. تذكير اخير، الاسبوع ده ربنا كرم ونزلنا 2 كيلو فاتس. و كان هتاكل سيم فود. يعني هقول لك بقى مثلا، اقول لكم ايه اللي بيحصل مثلا. يعني مثلا الفطار كرم حره تاكل اللي هي عايزاه، هو في جبنه وفي توست بتاعها مش سن وعيش بلدي وكده. يعني في توست عادي بتاعها اللي هو الابيض ده، تروح لافحه عليه حته جبنه شيدر وكده كده توستايتين وزي وبارك الله فيما رزق. الغدا في اليوم مثلا انا هاكل فيه لحمه مشويه وخضار ده سوتيه، هي هتاكل نفس اللي انا باكله، بس مثلا ايه، انا هاكل نص بطاطسايه هاكل طبق قد وهي كده. هتاكل مثلا 5 6 بطاطسيات بالهنا والشفا. بتكلم جد والله ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا. المكرونه واللي بالفاهيتا دي هتاكل اللي هي نفس اللي انا هاكله بس كميه طبعا اكبر شويه. الفراخ المشويه اللي بنجيبها من المهندس دي مثلا انا باكل ألف هنا وشفا. بتعمل مثلا كيسين اندومي جنب النص فرخه بتاعتها، وما بتاكلش النص فرخه برضه، بتاكل ربع فرخه. بتاكل انا وهي بناكل، كل واحد بياكل الصدر وما بنكملوش. وفي حد هنا بقى ايه قاعد متهني بقى في بقيه الاكل. انا بقول لكم والله العظيم اكتر كلب جاي الواحد عنده اكتئاب وعامل تكميم، قاعد مهيص اقسم بالله. بس كده. هنسخن بجاك بوكس بالليل. بنتنا تاكل اللي هي عايزاه. على فكره كارن خاسه جدا يا جدعان. كارن خاسه يجي 6 7 كيلو برضه. فسقف الكارن الجيل يا شباب. النهارده في الجيم لعبه سوبر ست وشقلبه. شفتوش انت السوبر ست وكارن بتلعبها ايه، هق وبتاع وشقلبه. ف وي ار اون ذا رايت تراك ما شاء الله يعني الحمد لله. بس كده. ايوه سقف الكارن الجيل يا ابني. سقف الكارن الجيل. شكرا. سقف الكارن الجيل. الله. كارن بطل في جميع الحالات. أميرة ما تخوفينيش منك الله يرضى عليك. بطل يعني هايلة، يعني مش بطل التانية. 5 وخميسة والله 5 وخميسة عليها صحيح. ده عشان الحسد يعني. زي كارن بقول لكارن النهارده نعمل صفحة لسمولدر على انستجرام ننزل صوره عليها منفصلة عن حاجتنا. قالت لي يا ابني هيتحسد. قالت لي كده بالظبط يا ابني هيتحسد. ودكتور عمرو برضو النهارده قلت له لو سمحت بقى انا زدت عضلات قد ايه بالظبط عشان اروح اقول. قال لي يا ابني الحاجات دي بتتنظر. مش عارف. دكتور عظيم بيقول لي هتتنظر، وكارن جايه من الدنمارك تقول لي هنتحسد. انت هتعيطي ليه كده؟ اتحسدت اوريدي. طيب يا جماعه نيجي بقى لاهم حاجه. هناكل ايه فري النهارده؟ عشان مش عارف وبطني وجعاني اصلا. وعندنا تمرينه في الجيم بكره كازرة. انا هلعب بكره ظهر وكتف وباي. ظهر وكتف وباي. معرفش ازاي يعني بس اوكي. لعب ظهر. لازانيا. ما دي عايزه عمايل بقى. انا عايز اعمل دي اللازانيا دي. انا هقوم اعمل لكم ستريم طبخ بقى. وانا بصراحه مش قادر اقوم اعمل اكل. انا عايز اجيب حاجه من بره. وبعدين اللازانيا هعمل صينيه كبيره هاخد منها 3%، وكارن هتاخد حته، وبعدين هتبقى فاضله معانا الصينيه بقى. نفضل طول الاسبوع بقى نعمل نخش نمسح الورقه اللي احنا كتبناها دي خالص. لاسيرا. ايه من لاسيرا بقى؟ انا ما بجيبش من لاسيرا برضو حاجه. واللي بجيبه من لاسيرا ممكن اجيب واحد مكرونه لاسيرا ومين يكمله. انت عارفه سمولدر لو يكنس الحاجات دي ورايا اجيب وانا ضميري مرتاح. استنونا نيجي يا لهوي
ده انا شقلب الدايت كله يا باشا، بس تعالى. كوبيبه، ما هو كده ما عملتش انا حاجه، ما انا بعمل كده في ايام ببقى مكسل اعمل اي حاجه، فاروح جايب من لاسيره كوبيبايه وعامل كيس اندومي وشقلب وقلب، فكده ما رحناش في حته. يلا بينا، يلا بينا، والله يا ريت. ونروح نبدل بقى مع بعضينا، بدل ما انا عمال احجز بدل والغيه كده، احجز بدل واقعد اقول للناس يلا نروح بدل يلا نروح بدل يلا نروح بدل، واروح لغيه. طاجن عكاوي ولحمه راس سجق. انا عايز اقول لكم ان البرتقانه فشخت بطني اقسم بالله، يعني البرتقانه على بطن فاضيه وانا عندي ارتجاع وعامل تكميم، حاجه يعني ايه، حاسس ان انا كلت امواس. ديفيد اهو. ديفيد اخوات ضفدوع المحترم اللي لما بحجز بدل بيقول لي اي ام ان شاء الله ويلتزم بكلامه، مش زي ولاد الوسخ التانيين. انت هو انا خلفت غير ديفيد؟ هو انا هو في حلاوه ديفيد واحترام ديفيد وجمال ديفيد ورشاقه ولياقه ديفيد. والله عمري ما قلت ولما يبقى مش جاي يقول لك انا اوت ومعلش يعتذر انه مش جاي الولد. ورايا بكره حاجه مهمه مش هقدر اجي يا صبوح. محترم محترم محترم. هو زبادي وبارك الله فيما رزق. والله العظيم انا جبت شيتوس ناكله بالليل. كارين اصلا انا وكارين عندنا افيه ثابت نقول سمولداريتوس بياكل شيتوس، فراحت جايبه له شيتوس النهارده. مش عارف شيتوس مقاطعه ولا لا، بس ايا كان خلاص احنا بلعنا واللي حصل واللي كان. بس كده ناكل بقى ايه دلوقتي؟ الكشري. ما انا قلت لك كل الكشري. والله بس انا فتحت صدري قوي وقلت لا وخلاص واستغنيت ومش عايز زبادي يوناني بالفواكه. يا عم انتم مقاطعين نص نص، دي حقيقه بصراحه. بس يعني انا ادعم المقاطعه، بس انا ساعات بخيب يعني. كنت بروج النهارده في الجيم بالحاجه مقاطعه. مش بس بقول يلا مش مهم. عيوني عاوز كشري من عند مين يا اسطى؟ كل وقت انا اؤمن بالتخصص يا مستر ديفيد، انت راجل تخصص ذره وان شاء الله في الشتاء هتقلب. طب اقول لك على حاجه، تاكل كشري هيبقى انت وسمولدر. ما والله يا دكتور عمرو قال لي، قلت له اصغر طبق مش هقدر اكمله، قال لي ادي الباقي للكلب. ما انت كده لازم تاخد حاجه على جنب، حط الحاجه فيها. بص يا كريم بروح ايه بقى، ايوه بس فاتح الكيس بتاع الدقه. اسمع لو كده يا جماعه نغير التوبيك، شينج توبيك. توبيك الكشري ده ما يتفتحش يا اسطى. لو كده تاخد حاجه على جنب، تحط الحاجه. انت عارف ان انا ازوس كنت بروح له، اروح نازل فاكره المجمع اللي في اكتوبر ده اللي جنب الفيلا اللي هو اللي تحت بسلم ده، اروح داخل طلع 25 جنيه اجيب له طبق كشري ب 20 جنيه وب5 جنيه عيش بلدي من الفرن اللي جنب محل الكشري، واروح واقسم بالله كنت بستخسر احط له العيش كله. اروح مفتت له الكشري على العيش في طبق كبير كده، طاجن كبير. في والله العظيم كنت بحقد عليه وانا بحط له الاكل، يعني كنت باكل ساعتها عادي، كنت ممكن اجيب لنفسي طبق كشري عادي. واروح قايل العيش حلو قوي انا هاخد رغيفين اعملهم جبنه رومي سايحه لما اروح، يعني كنت بجيب له ب5 جنيه عيش واستخسرهم فيه. انا اتطورت والله، انا اتطورت والله، انا بقيت راجل محترم. كنت زمان كلب مع الكلب، دلوقتي بقيت راجل محترم. ولا سمولدر انت المفروض تلحس رجلي يوميا يا كلب. يلحس رجلي انا. زوس دلعني. ايوه كده دلعني. والله بص يلا الحمد لله. دلوقتي انت بتاكل بروتين بس يا ابن الجزمه، جيت لي في الفاهم. انت التاني ده يعني كان بياكل بيبيهو، والله العظيم كان عنده نقص كالسيوم، كان بيعمل الحاجه وياكلها عشان عنده نقص كالسيوم. والله العظيم انا مش عارف ليه مقرف قوي الاستريم ده. على العموم احنا اسفين لو في حد بياكل يا شباب. لو حد بياكل وسايبني قاعد جعان كده يستاهل اللي بيحصل فيه، يستاهل. لو بياكل وقاعد، يعني انا قاعد اكتب في الدايت ده كله وهو قاعد بيتفرج عليا وهو بياكل، ده يستاهل بقى. طيب يا شباب، ده كان كشف حساب. مش عمري اقسم بالله ما قدرت اعمل حاجه قصيره. قلت لكارين هنعمل الموضوع كله في ربع ساعه يا كارين عشان لما تنزليه فيديو يبقى فيديو صغير. جس وات 54 دقيقه. اوكي يلا ماشي يا جماعه، ده كان ستريم النهارده، ستريم كشف الحساب بتاع الاسبوع ده. الحمد لله نزلنا 2 كيلو دهون، كيلو من البطن، 400 من الرجل اليمين، 400 من الرجل الشمال، و100 من دراع اليمين، و100 من دراع الشمال.
وطلعنا 600 جرام مازلز. لو حد بيسأل فين المازلز احب اقول له اهي، بغض النظر عن ان كتفي طرقع. هنلاعب بنج وكتف النهارده، استحمليني يعني. فاسيبك واروح اكل باستا سي فود يا عم، بالهنا والشفا يا عم، بالهنا والشفا يا عم، مطرح ما يسري يهري امري. وهنقوم احنا بقى نشوف هناكل ايه فري. انا غالبا كان هجيب بيتزا وانا هاخد منها سلايزين، انا عارف والله هترسى على كده. متضايقه؟ لا تحوريش يعني ما تحوريش. وهنعمل ستريم تاني بالليل. بفكر النهارده وبكره نلعب العاب رعب كوب ومش كوب. يعني مثلا اللعبه اللي هي بتاعت اللي احنا جات لنا دي، انا وانتي وديفيد ودبله نلعبها. نلعب في لعبه لميس قالت لي عليها وبعتوها لي امبارح، اللي هي بتاعت شادوز ار الايف دي، برضو لعبه رعب كوب نلعبها. في العاب رعب كوب كتير كده، ديد باي داي لايت لو كان جوج موجود والشوق رماه يعني ايه ممكن. في كذا لعبه رعب جولي حلوين قوي. في العاب رعب كوب والعاب اهو. بص كينج يا مدير القروب على طول. بص اول ما قلت ديد باي داي لايت بقيت مدير القروب، من 5 دقايق كنت كلب ولا اسوأ. فهنشوف بقى شويه العاب رعب كوب او العاب رعب مش كوب نلعبهم بقى النهارده وبكره، بمناسبه ان النهارده وبكره في الايه زي ما الست المحترمه دي قالت لكم وهالوين بس كده. فاشوفكم بالليل ان شاء الله. ممكن نلعب حاجه رعب ونقفل بسانكن لاند مثلا لو حتوب موجود واحنا قاعدين، نخطف حاجه رعب في السخان منه بس ممكن ندي رعب برضه يعني لما احنا بنروح مش هتلبسوا كاستمز؟ والله احنا ما عندناش كاستم. انا عايز اقول لك ان انا يا دي سانكن والله حلوه قوي. هنخطفها ساعه ساعتين في الاخر كده يعني، بعد ما الناس كلها تنام يعني، ما تقلقيش. مش هنعملها في البرايم تايم. ما نعملها في برايم تايم ليه؟ حلو. يا كريم. ايوه كده. انت فاكره طبعا ان احنا عندنا ماسكات وحاجات، بس ما اظنش ان انت عايزه تستخدميهم لا. دلوقتي. شايف؟ يلا الله يمسيهم بالخير الاثنين بقى. كان واحد منهم اتوفى، دلوقتي الاثنين اتوفوا. صح؟ يلا يا عم. يلا يا عم. يا ريت لعبتنا النهارده جدا. يا ريت يلا نودي النهارده. كان ستريم امبارح تحفه. الله يعزك والله يا دكتور. صبحي هيتنكر كراجل محترم في الهالوين. صح يا اسطى. يعني يوم الهالوين بس هو اليوم الوحيد اللي في السنه اللي مش هعمل فيك اللي انت بتاع يا ابني اتقي الله. يا ابني انت عارف ان انا ما تربيتش امي في اللايف ومراتي قاعده جنبي واصحابي مع محترمين قاعدين. بقول لك ايه؟ هو يوم الهالوين بس يا كريم، بس هو اللي مش هينفع اعمل فيه اللي هو عايزه. بقول لك ايه؟ بقيت السنه ها انت فاهم بقى. بقول لك ايه؟ نعم. عايزين ناكل. يلا. انا هقفل عشان الست دي جعانه بس والله. هتنكر كراجل محترم في الهالوين. ماشي. بحاول انقذك يا عم. عارف بقى هو في الهالوين هيتنكر ايه؟ يا استاذ في راجل بس من غير محترم. عايزين ناكل. عايزين ناكل. عايزين ناكل. ماشي. طيب يا شباب اشوفكم كمان كام ساعه. عايشه كرنو اسكت اسكت. اشوفكم كمان ساعتين 3 كده ان شاء الله. نشوف هناكل ايه. صبوح لابس كوستم العضلات اللي يا اميره. يا اميره انا عايز اوريهم التراي بس الاضاءه مش جايبه. يعني هي الاضاءه اللي مش سامحه والله. بس شوفوا الستوري بتاعتي النهارده في الشم يا شباب. اسكت. وبس كده. اشوفكم ان شاء الله بالليل كمان ساعتين 3. هنلعب بقى ايه زي ما قلت لكم غالبا العاب رعب كوب. اللعبه اللي هي بتاع انا مش فاكر اسمها ايه بصراحه. لو ديفيد موجود وزابل موجوده. وفي لعبه تانية بتاعت شادو دي برضو لو لميس عايزه ان الباي والتراي والواي فاي. انا جبت اكستندر للواي فاي ومش شغال ومقصر على النت. انا حزين. انا كل اي كلمه هتكتبوها في الشات هقدر اطلع منها توبيك حزين. اقسم بالله خزان احزان. طيب يا جماعه. لا العبها مع صحابك. ماشي. اوكي. قلت لك ما ترازيش فيا وانتي مصره ترازي فيا فاوكي. طيب ده كان ستريم النهارده. اشوفكم ان شاء الله في ستريم بالليل. وتصبحون في شبشب في الطريق. انا عايز اموت. ممكن هشوف كده. ماشي. شوفكم بالليل وسلام.
عشان شفناكوا فيه، لكن اللحظة جت والحلقة هتنتهي. باي 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 إلى اللقاء، هنسيبكوا نمشي الآن، لكني سعيد مبسوط فرحان عشان هنشوفكوا تاني أكيد، طبعا ده أكيد. باي 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 إلى اللقاء، بكرة معاكوا يا حلوين، مع دكتور وقمرة في بيتنا الأزرق ده، تيجوا تلاقونا منتظرين منتظرين منتظرين. باي باي.